استنفار أمني بسطات بعد العثور على جثتي بائعين متجولين لقيا مصرعهما في ظروف غامضة. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في هذا الخبر العاجل. وفي التفاصيل، أفادت مصادر محلية أن مدينة سطات عرفت استنفارا أمنيا يوم أمس بعد العثور على جثتين تعودان لشخصين تم اكتشافهما في ظروف وصفت بالغامضة بإحدى الشقق بميمونة بمدينة سطات. وحسب ذات المصادر فإن الشابين في عقدهما الرابع كانا قيد حياتهما يستأجران غرفة في سطح أحد المنازل بحي ميمونة الشعبي غرب مدينة سطات، ويشتغلان بائعين متجولين إلى أن اختفيا عن الأنظار، وهو ما أثار انتباه أصحاب المنزل وشكوكهم، فقام أحدهم بطرق باب غرفة الشابين دون أن يتلقى أي جواب. وفور توصل المصالح الأمنية بإفادة حول الواقعة حلت بعين المكان عناصر الشرطة القضائية والشرطة العلمية والأمن العمومي والسلطة المحلية، وقاموا بالدخول إلى المنزل ليعثروا على المعنيين بالأمر وهما جثتين هامدتين، وقد جرى نقلهما إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بسطات، فيما فتحت المصالح الأمنية بحثا قضائيا للوقوف على أسباب الوفاة بتعليمات من النيابة العامة المختصة لمعرفة أسباب الوفاة. الدولي المغربي ياسين بونو يتعرض لإصابة خطيرة أغمي عليه بعدها في مباراة أجرها يوم أمس. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في هذا الخبر العاجل. وفي التفاصيل، تعرض الحارس المغربي ياسين بونو لإصابة خطيرة في المباراة القائمة بين إشبيلية والميريا يوم أمس لحساب الجولة 25 من الدوري الإسباني. وأصيب حامي عرين الأسود بونو خلال اصطدامه بأحد خصومه عند محاولة إمساكه لكرة عرضية ليسقط مغميا عليه في حدود الدقيقة 34 من عمر المباراة. وظهر ياسين بونو مصابا على مستوى العنق، وتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى محمولا على نقالة وتحت تصفيقات جماهير إشبيلية. وتبقى الإصابة التي تعرض لها بونو قوية وخطيرة، ما يجعل احتمال غيابه في صفوف المنتخب الوطني المغربي المقبل مرتقبا بالنظر للمدة التي تحتاجها مثل هذه الإصابات للشفاء جماهير إشبيلية. وتبقى الإصابة التي تعرض لها بونو قوية وخطيرة، ما يجعل احتمال غيابه في صفوف المنتخب الوطني المغربي المقبل مرتقبا بالنظر للمدة التي تحتاجها مثل هذه الإصابات للشفاء.